بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سعيدين جدا وفرحانين في المدينة المنورة بشوفة حبيبنا محمد سلومو. أنا جدا مبسوط صراحة بجاية المدينة، بالذات دي السفرة مميزة لأنه جبت لكم الملك خلاص، هو دحين عنده الهروج كلها. في ناس كثير يوم ما أعلنت أنا إنه حيجي عباد عندنا لا حكيك طبعا الأسئلة، ناس ما كانوا يعرفوني اصلا يجوا يبغوا يتعرفوا علي عشان عرفوا انك انت حتكون ضيفي. قديش انت لك معتزل؟ حوالي من 7 سنوات الى 8 سنوات. هو الناس يتكلموا عنك دحين ما شاء الله كانك للساعه قاعد بتنزل. فضل من الله سبحانه. الحمد لله. انا في البدايه ما كنت اعرف انه في راب عربي اساسا، كنت احس الهرجه ملخبطه كذا ما هي راكبه على بعض. ابغى اعرف من فين جاتكم فكره انه يلا حنسوي راب، حنقعد نقطع في بعض، ولا ايش هي الهرجه؟ هي دخلت على طول سب ولا كانت كيف؟ فهمني. عشان انا اوضح لك الفكره انا حاكلمك عن نفسي كيف عرفت هرجه الراب. بدايه المرحله المتوسطه ثوره مايكل جاكسون. مين ما يعرف مايكل جاكسون؟ كنت من المستمعين وكنت من محبين مايكل جاكسون زي كثير من الشباب في ذيك الفتره. فافتكر في مره من المرات شفت احد الطلاب كان لابس كاب ومكتوب على الكاب توباك. طالعت زي كذا ما كنت عارف. كان في طالب الله يذكره بالخير امه امريكيه الولد سعودي، كان موسوعه في العالم الغربي. يعني هذا المرجع حقكم. ايوه هذا اجنبيه الادم يعني كان يفهم انجليزي وهذا كان يعني يترجم لنا بعض الاشياء وفاهم الهرجه. ايوه فقلت له ايش هذا اللي توباك؟ قال لي هذا ملك الراب. شوف انا لحد الحين اذكر قلت له يعني مين الاحسن هو ولا مايكل جاكسون؟ قال لي شوف هو مايكل جاكسون في البوب هذا في الراب وكلهم الاثنين زي بعض. لما قال لي زي بعض انا قلت حتى هذا ايش مبدع شيء يعني على مستوى. فرحت على احدى التسجيلات السلام عليكم. وعليكم السلام ابغى توباك. قال لي شوف الرف اللي عندك هنا. واروح على الرف وافاجئ واحد خال مو لابس تيشيرت. اقول هذا يقارن بمايكل جاكسون واخذت له البوم. ايوه افتكر اول رايز او شيء زي كذا زي اول ايز اون مي. لا مو اول ايز اون مي، هيل ريزر اتوقع. فقاعد اسمع زي كذا الاقيه عصيت في الله ما اعرف فين ما ادري ايش ولحن شغال. استناه يخش اقدم شويه ما خش يتكلم. تقول لي ما غنى؟ اغاني ما بيغني من اول قاعد بيزعق وبيفكفك. امشي قلبت الوجه اشغل للساعه برضه يهرج هذا. حسيت انه في شيء ما هو طبيعي. خلص الشريط كامل حسيت اني انضحك علي. اخذوا مني ايام كانت الاشرطه الغربيه 25 ريال. ايش كانت المحلات؟ الخيول وميجا كانت كثير. ايوه بس هذا المحل افتكر كان اسمه نجوان اتوقع. هذا من جماعه ابو 15 ريال يسوي لك ميكس تيب. وارجع المدرسه في اليوم اللي بعده واقابل خوينا. كيف تقارن لي هم الاثنين؟ انا مصدوم دحين. قلت له وليد ايش هذا؟ الادمي هذا يتكلم وفي لحن كذا شغال. قال لي طب انا قلت لك هذا هو الراب. قلت ايش راب؟ ايش فيه؟ قال لي هذا زي الشعر الغنائي ما ادري. قلت له معليش بس مو جو مره ما جاء معي. بالله كذا دخلت والله مره ما مع توباك. مره ما جاء معي. انا اقتنعت بتوباك. قال لي طيب سجل عندك سنوب دوغ ذا لاست ميل. رحت واشتريت الالبوم. هذا الالبوم اللي كان فعلا دخلني وحببني في المجال. الجو الرايق. كان معاه دوغ يعني كنت اسمع في واحد يلعب مقامات رامي انشديت. بعدها دخلت جاي زي بعدين الناس. بعدين رجعت مره ثانيه للتوباك لما بديت اتعمق في حكايه اللي هو الشعر الغنائي والكلمات. ايوه بديت اعرف ليش هذا الادبي توباك ليش كانوا يقدروه. كثرة استماعي كنت اسمع بالسياره اقول ليش ما تتحور بالعربي نفسي كذا انه نفس الكلمات هذه اللي بيغنيها المغني لو تكون بالعربي. هذا في الوقت ده ما كان في راب في السعوديه. ما كان في راب في السعوديه. كان في اتوقع في فلسطين في فرقه اسمها هدام او عده فرق في فلسطين. لكن في السعوديه ما قد مر علي ولا قد سمعت. ما كان عندي اي خبر عن طريقه كيف ابدا اغني وكيف اني اقعد اسجل. الشغله فيها لحن يبغى لها تسجيل يعني الشغله مره صعب. لكن يقولوا زي ما يقولوا الحاجه الاختراع. خلاص وسيله. فسويت اللحن بنفسي وسجلت بنفسي طريقه يعني كانت بدائيه جدا. اول ما بدات انت سويت لحن لنفسك؟ سويت لحن لنفسي. تفتكر ايش البرنامج؟ ايوه انا دحين حقيقة كان مو برنامج. جبت مسجلين. المسجل الاول حطيت فيه شريط. المسجل الثاني حطيت فيه شريط كسر. ممتاز. أيوة. المسجل الاول اضغط على التسجيل. كان تضغط اثنين مع بعض اللي هو ايوه مع الريكورد عشان نسجل. واقعد لمده 3 دقائق كامله على الطاوله اسوي زي كذا. 3 دقائق كامله والله اقعد اسوي زي. اوكي
الين احس يدي خلاص ما في. دحين ايش المسجل الاول اللي خلينا نسميه الف، صار في عندي ايش درمز مع بيز، هذا خليه بيز. اروح على المسجل الثاني واضغط التسجيل واضغط بلاي واقرب فمي كذا بين المسجلين وابدا اقول الكلمات اللي كانت ايش الموسيقى. لا تشربوا الدخان يسبب لكم سرطان كذا، يعني كلمات كانت بسيطه خفيفه جدا يعني كنت وانبسط فيها. سويت تقريبا اول عمل بهذه الطريقه، ويوم جيت شغلته الواحد من الشباب اللي اعرفه يقول لي كيف بتدق وبتسوي تسوي زي كذا وتغني في نفس الوقت. حسيت انه انجاز، كنت مره مبسوط بهذا الشيء. بس قاعد يقول لي ما تقدر، لانه مع الهواء تعرف لما ينقل من مسجل واحد لمسجل ثاني الهواء اللي بينه يضعف التسجيل. تطورت في المرحله بعد ما قعدت ابحث في النت، لقيت في حاجه زي برامج اسمها كازا وارس، تكتب اسم المغني وتكتب انسترومنتال ينزل لك الالحان حقتها. هنا المرحله الثانيه اللي هي التطور، صرت اشغل اللحن على السبيكر اللي يجي مع الكمبيوتر واجيب المسجل واضغط تسجيل، خلاص لحن دحين لحن حقيقي تاخذها وابدا واقعد ايش اعطي البارت اللي كانت نقله مره بالنسبه لي حلوه. هذا اللي هو الليفل ايش 2. بعدها دخلت في المرحله اللي هي الثالثه مع الوقت، في برنامج يجي مع الويندوز اللي هو ساوند ريكوردر، مسجل الصوت اللي يجي اصلا مع الويندوز زمان، كان ما يقبل الا صيغه ويف. اضطر الالحان هذه احولها الى ويف، اشغلها اول شيء عن طريق الريل بلاير، اسجل برنامج الساوند ريكوردر صوت، مقارنه بالتسجيل حق المسجل الخارجي سيء جدا. هذا يعتبر ممتاز الساوند ريكوردر. اسجل بعدين اسوي ميكس للحن مع الصوت، لا دبل فويس ولا شيء، امكس الشيء كذا سويته كامل مكمل في الجهاز، ما طلعته برا ولكلكه وكذا، كله جوه الجهاز. الخطوه الاخيره اللي علمني عليها الاستاذ دوامه اللي اوجه له تحيه كبيره على برنامج الجولد ويف. هو ايامها ما كان فيها، في ناس الى يومك ذا لسه شغالين، في ناس اعرفهم لحد الان على الجولد ويف. البرنامج هذا ما في له تراك واحد، ما هو زي النظام اللي هو التراكات المتعدده زي الادوبي سامبل تيود، البرامج هذه كلها. برنامج الجولد ويف حجمه 5 ميجا كامل مكمل البرنامج، يعني حجمه صغير جدا. الريل بلاير لازم يكون موجود اساس انه ايش لما اركب واسوي ميكس في ثواني وعدادات. البارت الاول يدخل في الثانيه 47.22، لازم اسجلها في ورقه اساس لما اسوي الدبل فويس بعدين اعرف متى يبدا البارت الاول. في ارقام وشغل حوسه مره. ابو نحن في رحمه جدا جدا. ابو يا راجل انت كانك بتخترع النار. مع الحيش مع الحركه دي. هنا دخلت مرحله انه انا ابغى اعرض الاعمال حقتي الناس يقدروا يسمعوها. اول راب في الخليج كان اللي هو الراب الاماراتي، كان اول موقع راب اماراتي، وكان في حتى الدي ام كي اللي هو خنفش ودحلوس ومسدس. والله سامي ريسبكت والله ما اعرفكم انا، بس انه اقوى اسم كان في الامارات فتره دي. في ذيك الفتره ايامها كان فرفور، وكان في تنافس ما بين فرفور وما بين خنفش، ولكن فرفور كانت الشعبيه حقته بحكم انه اللهجه حقته مفهومه. خنفش ممكن اللهجه اللي هي اللهجه الشحيه اللي كان يستخدمها ما كانت مفهومه بذاك الشكل. اقول لك اكرخك بيرزي على راسك. ايش معنى اكرخك؟ باللهجه الشحيه ومعناها اضربك. يرزي اللي هو الجرز، هذا اللي هي العصايه ويجيك زي كذا اللي يمسكها ملك الموت، هذا اللي ما ادري. ايوه هذا الجرز. في صعوبه في حكايه فهم الكلمات، لذلك هذا اللي خلى فرفور يكتسح بشكل اكبر. طيب تقول لي امارات، وكان لسه السعوديه هذا ما في احد لسه؟ ما في لسه في السعوديه، كنت انا الوحيد تقريبا. انت كنت العصر الحجري؟ نعم انا اللي عشت اول واحد. ده اخترع لكم الهرجه. قول لي مثلا اول 3 اسامي انت، بعدين قصي كان موجود لانه كانت الاغنيه حقت جده. ايوه جده وسد اليوم. مين كنت تتوقع اللي كان يغنيها؟ انه واحد امريكي خال كذا زاحف بيحاول يكسب علاقات في السعوديه كذا، قال خليني ارمي لهم يعني عارف ارب ماني ومدري. الهرجه اللي وصلتني خال امريكي ميكانيكي كان في الصناعيه بجده، اشتغل فتره وحب جده كذا فنزل لها الاغنيه هذه اهداء. كانت 2001 تقريبا. بس قصي غير انه انجلش كانت هرجته هو من امريكا اظن سوى الهرجه او سواها هنا ما ادري. ان شاء الله نسوي هروش سلو مع قصي حنتاكد لكم من الهرجه. طيب ثاني اسم في السعوديه جروب اسمهم مدري ايش جده، كان معاهم هاني زين، كانوا يغنوا بالانجليزي بلاك دراما. حيو بعدين ما خاب ظني هذا الحسب ما أذكر. لا لازم نستضيفه كمان، نستضيفه ان شاء الله كذا، لازم ناخذ منه الهرجه. طيب كعربي اول سعودي دخل هذا المجال هو انا. ليش دخلت في موقع راب الامارات؟ هو الموقع الوحيد اللي كان ذيك الفتره موجود وكذا. طيب ايش وداك في راب الكويت؟ لانه راب الامارات مع فتره ستنزل اغاني فيه يحذفوا الاغاني حقتي،
انزلها في المنتدى يحذفوها. ليش؟ يقول لي عدل الهندسه حقتك وما عدل، بعدين كانت الهندسه تعتبر مقبوله. هذا اللي خلانا بعد فتره نتوجه الى رابا الكويت، ومن رابا الكويت كانت انطلاقتي الحقيقيه والدعم القوي ذيك الفتره جاني من رابا الكويت صراحه. ريسبكت لرابا الكويت. ريسبكت اصلا عليكم. انا ليش قاعد بسالك الاسئله دي وليش قاعد بحاول اتعمق في المواضيع دي؟ الراب اللي برا ما طلع غير لما الجيل الجديد اتعلم من القديم، اعرف ايش الاشياء الصح اللي عملوها، ايش الاشياء الغلط اللي عملوها. ومن ضمن الاخطاء كثير من الاغاني اللي ممكن غنيناها وانا لا افتخر فيها ولا اتشرف فيها وانا ندمان ندم شديد عليها، لكن تقدر تقول ذيك الفتره كان هذا هو الجو السائد، بالاضافه انه ما كان في توجيه، ما كان احد يقول لنا ترى بكره في المستقبل بعد كم سنه حتكبر وحتشوف الهرجه حتقول انا ايش كنت بهبط بوقتها. ايوه حيقول لك بكره حتيجي تسمع الاعمال تقول كيف انا غنيت هذه الاشياء، كيف انا دخلت نفسي في هذا. صادق. لكن انت ما حسيت فيها وما كان في احد بيوجهك، لذلك لما ينصح احد من الشباب اللي يقول انا بفكر اخش كيد وبسوي، لما بكلمك على واقع تجربه انا عشتها وندمان عليها ما اتمنى انها تتكرر لاحد. بيفكر في مصلحتكم. الحمد لله. شد على نفسك يا واد انت وهو. الراب العربي لما بدأ خلاص بالسب على طول. في اللي هم رابرز بعيدين تماما عن السب، من ضمنهم اذكر اماراتي اسمه فتى الخان، اتوقع انه جنكيز خان، هو اتوقع زي كذا من عائله اسمها من عائله الخان، ولكن وصل لمرحله انه اتوقع انجر لهذا المجال. ليش؟ لاني اقول لك غصبا عنك الضجه كلها هي على التنسيق. هذه المعلومه لبعض الناس اللي ممكن ما يدروا انه زمان كان في حاجه اسمه الهجاء في الشعر، يهجو ويرد عليك كهجاء وكذا، يعني كان شيء متواجد. فلما في الراب كذا هذا نزل فيك ديس، انت لازم انك ايش انك ترد عليه. الفكر هذا اللي كان موجود على ايام راب الامارات، وكان في قبول، وللاسف كانوا الناس يعني يعززوا لك بشكل كبير لهنا ولهناك. مستمره الدوامه حقت الدسات هذه. الناس دائما يدوروا على الاشياء اللي فيها فرفشه، الاشياء اللي فيها فله، الاشياء اللي فيها صح فضايح تقطيع يموت. وكذلك يعني انا اقول لك في ناس تميل الى عده اشياء ممكن غيرك ما يميل لها. في ناس يميلوا للاغاني اللي هي الفرفشه، وفي ناس لا ما يميلوا لهذه، يميلوا للاغاني اللي هي تكون موضوعيه، اللي تكون اغلبها. في ناس يميلوا الى الاغاني اللي هي فيها فلوس وما فلوس وكلام من الاشياء اللي زي كذا وهذا زي كذا. في ناس يحبوا اللي هو يميلوا للاغاني الطفوليه، اللي زي ايام اذكر كان في رابر قديم كان يغني اغاني زي كذا، صرصور قابل صرصوره ولا متر هذا رابر قديم كان. ايش اسمه؟ ما خاب ظني انه اسمه زعبلاوي. ليش كنت تسوي راب البزوره زعبلاوي؟ ريسبكت، بس ليش؟ نشوف طريقه نوصل لزعبلاوي. طبعا الموضوع هذا في ناس كانوا ينتقدوه في البدايه، لكن في ناس كان فعلا عاجبه. اصلا اخوي شوف، انا صح اني قاعد بطقطق، بس هي لو تفكر فيها ايش كانت اعمارنا لما كنا نسمع لتوباك وبيجي ومدري ايش. على سيره الناس يحبوا الدسات، انت عارف انه هذا هو السبب اللي خلاني خرجت فكره هاشتاج ملك الراب السعودي. كنت ابغى اعمل فكره انه تعالوا نتحدى بعض ولا نسبسب في بعض ولا نجيب سيره اهل بعض، لكن نقدر نقطع في بعض والناس ينبسطوا ونحن ننبسط ونسوي جونا ومجتمعنا يكون مبسوط وما يقدر يمسك علينا هرجه، فاهم؟ وصراحه سوى حركه قبل سوى حركه. انت ايش كانت ردة فعلك اخوي؟ ابغى اعرف في البدايه. جوني قالوا لي في واحد طالع يقول انه هو ملك الراب السعودي وكذا. ترى انا ما كنت ادري انه في عبادي الملك المسمى، لو كنت ادري كان حاولت اضحس زياده، مثلا قلت امبراطور الراب السعودي. ما اخذت يعني عليها بشكل كبير، لانه اي احد يقدر يطلع ويقول انا ملك الراب السعودي انا. لكن الحاجه كانت انها مبنيه على ليش الانجازات. لما شفت الموضوع زاد على الهاشتاج وبديت اتابع واشوف الناس اللي دخلوا وردوا ومدري ايش، وبديت طالع اللي هي الردود حقتك الاشياء، بديت استشف، فاستوحيت ان الشيء اللي انت كنت بتسويه بتحرك الناس وكذا، واشوف انك نجحت. انه ذيك الفتره كان في ركود، كان ما في شيء. الهاشتاج سوى بلبله، سوى حركه. فكنت اكلمهم قلت لهم في الهاشتاج هذا كان المقصد منه مو زي ما كثير كانوا ممكن حاطينه، اللي يركز كذا وبيحاول يشوف ايش مغزى الادمي من الهاشتاج. خلينا نطلع مع بعض، الكل يعرفنا، يعرفوني انا، يعرفك انت، يعرف سوية. فين تلاقوا احد اصلا حيحاول انه يسوي حاجه تفيد الجميع؟ يقولوا بيسلكوا البعض، قد انت عارف في ناس قاعدين بيستنوا. هو اصلا قال لا، حيقول لا. متخيل انا اشكال ناس هم يتفرجوا هرجة يقلدوا. قديش اتقالت لكم هذه؟ يقلدوا الكفار، يتشبهوا بالكفار، سوري، متهيئين. شوف متهيئين، انا اكون معك صريح، بعض الشباب داخلين هذا المجال اعطوا انطباع سيء، عاش جو التقلايف زياده عن اللزوم. أيوة يعني تهيئهم فعلا زايد عن اللزوم، فاعطوا انطباع يعني ما
علينا. نرجع لموضوع التقليد. الفترة الأخيرة يجي انتم متشبهين، انتم تقلدوا الراب، هذا ما هو في ثقافتنا. قوم قاعد بفكر انا كيف حرد عليهم. زي لما يجي احد مثلا يدسك ولا شيء، انت تقعد تفكر له كيف الرد؟ ايش الرد اللي حاجيله بيه. فانا فكرت فيها، قلت خليني اشوف شيء من ثقافتنا اوصل بيه الراب بطريقة او اخرى. فاهم يعني؟ لو حاجة اشبه الراب زي الشعر بس على لحن، هذه الطريقة اكثر طريقة نقدر نشرحها. بس للي يقولوا بتقلدوا تتشبهوا ومدري ايش، تعالوا هنا شوية. كرة القدم اللي هي الرياضة الأولى في السعودية، هذه من عاداتنا وثقافتنا ومدري ايش. تحشير لما تطلعوا شبابنا بعوراتهم شرطات، ايوه تجونا بالدين، نجيكم بالدين برضه. خوضهم تطلع ومدري ايش ويسووا الحركه بعد الجيم، يرفع التيشيرت، هذه عاداتنا وتقاليدنا. سووا لنا سيرك وما سيرك، هذه عاداتنا وتقاليدنا. تيجوا تجيبوا لنا المصارعه، هذول اللي يقوموا اثنين مفترين يفسخوا تيشيرتاتهم ويحضنوا ويرموا في بعض، هذه عاداتنا وتقاليدنا. الستاند اب كوميدي، هذه عاداتنا وتقاليدنا. كان عندنا واحد في يوم الجاهليه ينزل ويرمي منها تلك النكت لا، العادات خلصت ترى. نحن اللي بنسويه اقدر اقول لك صح اكثر من اشياء كثير قدها بتصير. مع العلم معظم الاشياء اللي انا ذكرتها ترى فيها موسيقى، واللي يقهرك احيانا يشغل الموسيقى حقتنا يعني مثلا ايام ما سووا ديزرت فورس في ارينا رحت شبه متاخر، خلاص الايفنت حيبدا وكذا، اسمع قاعد هنا ماسك جوي، الاغنيه حقتي قايمه جوا شغاله وانا ممنوع اني اديها. تقليد اجل. ها البلوت، تعرف البلوت صح؟ كيف؟ اللعبه السعوديه الاولى صن. ها حكم. تدري انه يمكن اسمها بالو تيت ومأخوذة من فرنسا. لا تقولوا نقلد وانتم ما تعرفوا تاريخكم، فكوا المجال مع الحشمة. طيب نجي للسؤال اللي محير كثير خوي، ليش اعتزلت؟ خلاص اصلا انت توصل لمرحله لما تكبر وتعقل وكذا تعرف انه هذا الشيء خلاص فتره وعدت. اقوى منافس ايام ما كنت داخل في الدسات والدعس، فتره اللي هو راب الامارات والكويت، ممكن تقول دي ام اكس الامريكي خشمه كان دي ام اكس رابر اماراتي حلو. لكن لو نجي بنقول بشكل عام منذ البدايه الى النهايه إيه؟ ناز نار بيج ريسبكت يقولوا انه ناز نار هذا راجع، نترقب واذا كان يعني بيرجع الساحه راح تسعد وتفرح. يلا وما يدريك، يمكن لو انت وحش نزلت ودعست جامد يمكن صاحبنا يتحمس. ايش تشوف الفرق بين الاولد سكول والنيو سكول؟ المدرسة القديمة أنا أشوفها كانت تركز بشكل عام على الكلمات. المدرسة الجديدة لا، أحس إنه التركيز عام على الفلوات، الكلمات فيها لا تحس أغلبها خنفشارية. هيا نلعب كورة هنا مع الشباب والمزة لابسة النورة ونروح ناكل كباب. لا يا ابوي كذا هو حقرت الجو. لا ودي درجة مو بهذا الشكل. بالنسبة لي فرق بين الاولد سكول والنيو سكول، زي ما قلت انت الاولد سكول يركز على الجمل القوية والقوافي الاقوى، حتى الاحظ انه يختاروا القوافي الصعبة احيانا اللي هي انت ما سمعت القافية دي قبل كذا، يركب لك هي بطريقة مع الحشمة طبعا، بس انه اللحن يكون اللي هو اللحن اللوب، اللي هو اللحن يكون شبه مستمر، نفسه اللحن بيكون. بالنسبة للنيو سكول زي ما قلت انت برضو جو الفلوات، جو اللحن اللي يفضل يتقلب كل شوية، بس الراب الجديد صار بالمعنى اكتر من القافية، بالبانش لاين، كيف تركب جملة تخليك تفكر فيها. يعني زي لما جيت قلت لك مسوي عايش الدور انا باني العمارة ومعبي فيها C4 ومستني الإشارة القوافي ما هي صعبة، يعني أنا في ناس قاعدوا لي على هرجة بايسون وتايسون، بس أنت لو تلاحظ في الأغنية حقت إعدام مثلا كل سطر في بانش لاين، هي جملة بس أنا ما أحتاج إني أسندها بجملة تانية عشان أشرحها، هي تشرح نفسها. هذا هو جو النو سكول، بالمعاني وباللعب في الكلمات مع الفلو. عندنا الناس لما يسمعوا أنا لاحظ يكون هو بس يسمع راب مثلا على طول يحسسك إنه هو محلل، لا تعمل مدري ايش، لا تفعل مدري ايش، لا. انت كم مرة كنت تسمع الاغنية قبل لا تنزلها؟ اغنيتك انت عملتها اشتغلت عليها، كم مرة تقعد تسمعها لما والله تنزل؟ اسمعها فترة عدة مرات. نحن ترى ما بننزل حاجة غير نسمعها مرة واثنين، وقت الهندسة مليون، بعد ما تخلص نسمعها للناس اللي حواليننا. ما بننزل شيء غير ونحن عارفين ايش سوينا. وصلت؟ طب سؤال بالنسبة ليك، تحس انه الدسات اقوى بسب ولا من غير سب؟ اتوقع بالتلميح والتشبيه اقوى.
واصعب ترى. أيوة. سهل اني انزل اقول هذا امك. في ناس خلاص اللي هم متاسسين انه الراب زي في امريكا تسمع ماذا فاك شيت لازم نيجا، يكون نفس الشيء. لابد نفس الجو ولا ما يكون راب. غلط يا حبيبي، الراب كذا خانة، وترى تقدر تستمتع في الراب بكل خاناته مع الحشمة. اوكي، مين اقوى رابر هادف كان زمان؟ انا افتكر عام 2006 في رابر نزل اغنيه اخذ فيها افضل اغنيه هادفه العام 2006 بموقع راب قطر. وقتها موقع راب قطر يعتبر الموقع الرسمي للرابرجيه يعني. فالاغنيه كان اسمها الناس، المغني كان مني MONNY وزهان هو اللي غنى مع شو اسمه عبد الله رشاد. في ناس اظن وقتها من كتر ما الاغنيه حلوه دموعها سالت. ما علينا. كانوا في كثير مبدعين في مجال الهادف ذيك الفتره، لكن اللي اذكر افضل عمل عام 2006 افتكر كان مني. فرحنا وسعدنا انه من السعوديه، وهذه نقطه بتكلم فيها. تفضل. بشكل عام احنا كرابرجيه سعوديه يعني احنا كلنا زملاء في نفس المجال. يا اخي لما تيجي تشوف اي احد طلع بيمثلنا زي مثلا عندنا طارق إيريك، يا اخي والله تسعد وتفرح كذا لما تيجي تشوف شخص من عندنا وبدي بيطلع. شوف انه رابرجيه سعوديين بدوا بيثبتوا نفسهم، لابد انك تفرح لهم، لابد انك تتمنى لهم الخير، لانه حط في بالك كل ما احنا كنا مع بعض طلوعنا حيكون مع بعض. نحن في حالتنا الراب السعودي لسه بيثبت نفسه. لما يثبت نفسه ونصير ماسكين الخانة وسوق الراب مفكوك للعالم كله، نافس ولا تحتك بأحد وكذا. أبغى أعرف كم كانت الأعداد اللي في المنتديات؟ نقول ممكن 7000. افتكر في اغنيه لفرفور وتعرف كان يبين لك استماع تحميل، فلما تيجي تضغط على التحميل يبين لك كم عدد التحميلات. افتكر كنت مصعوق ايام ما شفت العدد حوالي 4500 تحميل. كنت اتمنى قلت لو اني بس 400. كلنا نبدا كذا ترى، بس ابغى 100 نفر يسمعوني. تجيب ال 100 نفر، طب فلان عنده 1000 يا ابوي ايش. طبعا دحين مع عالم اليوتيوب تكلم على نقله. اي شيء مهول. دحين تلاقي ممكن واحد عنده مشتركين لحاله، مو انه منتدى كامل لحاله عنده 60,000. انت عندك 50,000 ولا 60,000؟ فايش؟ في اليوتيوب 100 وشيء و70. ما شاء الله. اول لما كان ككوميونتي كامل وفي العدد هذا نعمه كبيره اللي تشوف. على السيرة دي، ايش رايك في فكرة منبر الرابرز العرب؟ كما تدعم اليوم غدا سيدعموك. صدق عمار لما قال من مؤسسين الراب ولا هذه كانت من مؤسسين مبالغة؟ نعم، من مؤسسين النيو سكول اللي بدأ هذا المجال، وأول من أسسوه كذا طبعا هو انت ما شاء الله تبارك الله وصلت. يمكن غيرك لو وصل لهذا الشيء يقول لك نفسي. كم واحد تناقش معي فيه قال لي على قد ما انه له شعبيه وله مدري مين وفي دسات ومشاكل وداخل مع هنا، لكن الادمي بيحاول وبيسعى فعلا انه يدعم الراب. فكره امشي ندس بعض بس من غير السبسبه، هل هذه كانت موجوده قبل كذا ولا؟ البطولات اللي بيخشوا فيها اللي بيحطوا فيها قوانين. في بطولات، في بطولات ايوه. يقول خساره كنت ابغى انسب الهرجه دي لنفسي بس هو طلع محكر الهروج. نبهدل في بعض بس من غير سبسبه. لا تجيب هرجه لا سب بلدان، لا سب مذاهب، لا سب اهل، لا سبات اللي هي البذيئه. ايوه انه حاول تبين موهبتك بعيد عن السب. اوكي، مين تشوف رابر هادف في الزمن ده؟ متابع بس مو بشكل مره كبير، يعني اللي يجيك لحدك هو اللي تسمع. اللي بسمع. الرابر فدرالي اللي يعرف انه بيسوي راب هادف، اللي ما يمشي صح على البيت انتوا تقولوا عليه شاتل عن اللحن. مضبوط. مع احترامي ما بحقر والله، بسأل عامة لانه الاسم ده يتكرر علي. في ما شاء الله باين انه له متابعين مره كثير، ودائما الناس يجي يقول اذا تبغى تسمع هادف ما في بعد فدرالي. سمعت انا له كم اغنيه انصدمت. ما سبب الصدمه خوي انت رابر فاهم انه في دمتك شعبولة شت، انت بتمشي على اللحن. مع احترامي والله بيج ريسبكت لفدرالي انه بيعمل حاجه ايجابيه، بس هذه من الاشياء اللي خلتني قلت يا ابويا طالما الناس بتسمع زي كذا لا حد يجي يقول لي انت الثلاثه كم في الراب بعد. اوكي، اعمال ندمت عليها. في فترة من الفترات اللي كانت مليانة بالدسات ومليانة بأغاني صراحة يعني مواضيعها أبو كلب. الكلمات اللي فيها هذه الأغاني كلها أنا ندمان عليها شديد الندم. طيب إيش في أعمال ما نزلتها؟ ولا تكون ما نزلتها عشان نمت وسبت التلفزيون شغال. عمل أنت عملته خلصته وما نزلته؟ في كان تقريبا مجموعة أعمال، لكن أفتكر إنه تم تسريبها.
طيب ايش اجواء الكتابه حقتك؟ هو يختلف من شخص لشخص. في ناس يحب انه لما يجي يالف يسمع اللحن ويبدا يقعد كذا. انا زي كذا. انا جات فتره كنت يعني الف على اللحن، لكن بعدين وجدت انه اساس المتعه بالنسبه لي كتاليف امسك الملاحظات في اي مكان، اكون مثلا رايح مشوار، رايح شيء في السياره في الانتظار، يجي في بالي مثلا نقطه، ايوه بانش لاين، اكتب واسجل واحط الجوال. فلذلك اطول بعض الاحيان في التاليف، ممكن اخذ اسبوع كامل الف 3 بارتات كامله، او ممكن اسبوعين بعض الاحيان اخذ. وقت الدسات برضه كنت تاخذ راحتك في الكتابه؟ لا، الدسات فيها حماس. ايوه فيها خلاص انا عارف انا داخل ايش اسوي. كنت ممكن في خلال يوم يومين مؤلف الديس كامل وبنزله. وهذه النقطه كانت تزعلني زمان. اكون منزل اغنيه هادفه، الهادفه اكون تعبان فيها، قاعد فيها تقريبا اسبوعين 3 اسابيع. بعد اسبوع من الاغنيه الهادفه اجي انزل ديس، احبط انه الهاتف اللي انا تعبان فيها المشاهدات عليها ما جات ولا ربع مشاهدات الديس. انتوا فهمتوا معناتي اهو. الرجال بيقول لكم. طيب ايش في اشياء ضايقتك بعد ما اعتزل جو الراب وكذا؟ المشكله ان الاعمال اللي انا ندمان عليها شيء واعتبره انه انتهى. خلاص وراح. بعض الناس للاسف يبغى يسوي ممكن لفت انظار للقناه او شيء، ينزل عمل قديم وينزله بتاريخ جديد. يعني يحط لك مثلا عمل في 2007 ولا 2008 يجي يحطه جديد عبادي 2012 نيو هوت فاير. للاسف الشديد يجوني بعض الناس، كيف انت تقول انك هذا 2012 نازلت لك ولا 2014 نازل لك عمل؟ ايش احساسك مع الحشمه؟ طبعا انا ايش احساسك مع الحشمه؟ تسمع واحد مو انت وبيسوي انت. شوف انا ممكن اكثر شخص مريت بهرجه اللي هي تقليد نبره صوتي. من واحنا صغار كنا نسمع في رابرز يقلد توباك وبيجي. هذا دليل على انهم ناس محبين وناس يقتفوا على اثر وناس اللي هو من كتر ما يسمع صار يقلد. خلاص صار اللي هو بالنسبه لي يمكن هذا هو الراب. هذا هو خلاص، انه ما يتقال غير بالطريقه دي. ما شاء الله تبارك الله. هذا شيء يدخل السعاده والفرح. عقبال ما تسمعوا سلو مو وانا بيز. اوكي خوي، ما حافضل الف وادور كثير بيسالوا يا اخي يبغوا يعرف. وهذه الهرجه والله العظيم انه ما في احد هاممنا، بالعكس زي ما انتم شايفين اهو حديله اخر نص دقيقه ولا دقيقه بكل ايجاز. مشكلتك مع كلوشه؟ المشكله قد صارت واللي بيني وبينه يعني قد صار امام الناس وانتهى. لا انا جيت ولا شيء، وفاجأ انه طالع لي بالراديو بيج اس. يعني مع احترامي الشديد تطلع لي في الراديو وانت شايف انه الانسان بعيد عنك، وتجي تقعد تتكلم فيه وتحط مغالطات وتحط اشياء تخليه تجبرني انه لابد اني اوضح المقابله الصوتيه. ايوه اضطريت اني اوضح الامور لا اكثر ولا اقل. ولكن ونقطه هذه خذها، شوف كيف اللي حول اللي كان معاهم بيبداوا يبعدوا. هذا دليل لا نجي نقول انهم كلهم هذول كلهم بطالين وهو ملاك في النص. هذا دليل انه هو يكون فيه خلل ويكون هو فيه له مشكله. اذا ما اقول الا الله يصلحك ويهديك. الله يهديكي. نصائح وإرشادات. هذه بعض النصائح، أتمنى إن شاء الله إنها تكون حاجة مفيدة تستفيدوا منها، وإن شاء الله يكتب لي فيها الأجر ويكتب على أخوي محمد إنه أعطاني هذه الفرصة. أولا الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أساس السعادة. تبى ترتاح أبدا لا تلعب فيها، هذا رقم 1. رقم 2 بر الوالدين. في ناس فقدوا أبوهم وأمهم يتمنوا إنهم يجوا على أساس إنهم يبروهم الشيء اللي كانوا مقصرين فيه. فأنت بما إنهم موجودين لا تستنى الوقت البدل الضايع. هذا هو بروا آباءكم وأمهاتكم، أبناءكم حيبروكم إن شاء الله. رقم 3 إذا كنت تدرس في المدرسة لا تغش. لا تسوي براشيم يا اخوي، لا تقعد تخبص على الناس. شوف انا بعطيك الشيء لدي، بعدين في الاول وفي الاخير الشيء يرجع لك. ايوه يرجع لك. كنت موظف ادي عملك باخلاص عشان الراتب اللي تستلمه ربنا يبارك لك فيه لكل شهر ويكون حلال وزلال. احترام الفكر للجميع. شوف مو فقط حقون مجال الراب، حتى في الحياه العامه. لما تكون جالس في جلسه مع شخص ممكن فكره يختلف عن فكرك، قدر المستطاع لابد يكون في احترام للفكر زي ما انت تبغى الناس يحترموا فكرك. كذلك يا شباب رابرز، مستمعين، متابعين من جميع الأشكال والأنواع والأصناف، حبوا بعض. حبوا بعض. خلوا الشيء الأساسي في الحياة الحب والسلام. لا يكون في ضغينة، لا يكون في حقد، لا يكون في حسد، لا يكون في عداوة. لو إيش ما كان حاول من داخلك نظف نفسك. فيما معناه أحب لأخوك المسلم ما تحبه لنفسك. خوي يعطيك العافية، شرفتني في هروج سلوت. وقفل الليلة يا وحش. فمان الله. مع السلامة.